في يوم من الأيام عالم البحار توم مع مراته جوليا وولادهم كاسي وبين قرروا يركبوا يخت في بحر الكاريبي. توم وبين ركزوا على الصيد وكاس شغلت نفسها في الهسر الإلكتروني، وجوليا قررت تعوم شوية. لما كانت بتعوم حست بقلق غريب رغم إن البحر كان هادي جدا، بس جسمها كان بيقول لها في حاجة كبيرة وحشة جوه المية. في نفس اللحظة أجهزة اليخت بدأت تبوظ. توم اللي كان ماسك الصيد ما لاحظش إن المؤشرات غريبة. جوليا بقى القلق بتاعها اتحول لرعب، بدأت تغرق وقعدت تنده وتقول لهم ساعدوني، بس محدش سمعها لأن العيلة كلها منشغلة. المية بقت بتسحبها بعيد عن اليخت. لما الصراخ وصل لتوم نط فورا وقرر يعدي اليخت ناحيتها ونط في المية وانقذها بمساعدة والده. رجعوا لليخت وقدروا ينقذوها. توم زعل جدا وفكر جوليا بقانونها انها تشوش في المية من غير ما تقولي. جوليا اعتذرت والعيلة كلها نسيت الخوف وركزوا على فرحة تانية، عيد ميلاد بين ال 13. بجمعوا حاولوا توم ولع الشمع والكل هناه وقدموا له الهدايا. كاسي خدت صورة جماعية وهم فرحانين. فجأة كاسي جالها كل من حبيبها وحكى لها عن السباحة كانوا هيعملوها، وفي الخلفية عاصفة عنيفة بدأت. كاسي خافت بس حبيبها طمنها، وبعدين الكل قطع فجأة. كاسي راحت لأبوها وحكت لهم عن العاصفة اللي جاية على الأرض. قبل ما يردوا اليخت اتهز، طلعوا يجروا للباركيه وشافوا جثث حيتان ضخمة بتعوم حوالين اليخت. توم شرح وقال لهم الحيتان دي بتتخلط في العواصف بس دلوقتي بتدفع اليخت وده خطر. توم نط في المية يفحص الجثث بس انجرح في كتفه من المروحة. جوليا خدت الجرح وتوم حكى لهم الشرطي دايما اتعوج من ضربة الديل فما قدروش يمشوا. كاسي حاولت تتصل تاني بس مفيش شبكة والراديو ما اشتغلش. توم قدر المخزون معانا مية كفاية 4 أيام. رغم الخطر طمنهم احنا في طريق شحن فأكيد إن في حد هيلاقينا. فجأة سمعوا أصوات غريبة بره. لما خرجوا شافوا أشياء مضيئة بتنزل من السماء وتقرب منهم كل شوية. توم حاول يهرب باليخت بس الموتور وقف من التلف. شيء قرب جدا واتضح إنها ساتلايت. رياح قوية جدا بدأت والأجهزة كلها باظت. العيلة كلها استخبوا في الكابينة ولبسوا سترات النجاة. اليخت بقى بيتمرجح من الأمواج وسمعوا صوت رنين غريب خلاهم ينزفوا من مناخيرهم. توم رمى إشارة نجدة بس ما نفعتش. الليلة دي كانت جحيم، بس الصبح جه هم أحياء بس لو حفرة كبيرة في اليخت ومع كده مفيش مية جواها. لما خرجوا اتصدموا المحيط اختفى. اليخت بقى واقف على صخرة في منتصف صحراء شاسعة. توم حاول يطمنهم مفيش ده ممكن يحصل ومحدش منهم هيموت. بدأ ياخد قياسات ولقى إن البوصلة مش شغالة. القطبين اتغيروا. دي ظاهرة نادرة بس حصلت قبل كده، يعني المية ارتجعت ودي كارثة. توم خايف إن البشرية كلها تكون هلكت. كاسي ما قدرتش تهضم الفكرة وراحت تستخبى في الكابينة. جوليا حسبت المخزون وبنت طلع بالونات ملونة علشان يساعد أي ناجين. توم لسه بيعمل إشارات نجدة وفجأة اتصلوا بيهم من ناسا. الكابتن قال احنا كنا تحت المية فما تأثرناش بالكارثة بس مفيش اتصال خارجي فما تطمنوش. المية هترجع خلال أسبوع وهتبقى مدمرة. يبقوا في مكان مرتفع. توم طلب منه ينقذهم. الكابتن تراخى. الغواصة صغيرة وتسمح لشخص واحد بس. بعد نقاش وافق ياخد الولدين وتوم ادى الاحداثيات. قال لهم هنوصل لنقطة اللقاء بعد يومين. في الصبح العيلة جاهزين يمشوا. توم خرج وشاف راجل مع كلب بيقرب منهم. توم عرض عليه مية. الراجل قبل بس ضرب توم في وشه. جوليا جرت تنقذه. الراجل طعن توم بحربة. الكلب منع جوليا وهي شافت توم بيموت. جوليا هربت والراجل وراها واتجرحت في ايدها بس وصلت اليخت. كاسي وبين سمعوا صراخ مامتهم وجريوا يساعدوها وسدوا باب الكابينة. جوليا خبتهم في دولاب وادت لكاسي بنبيات الإشارة وقالت تستخدميها في آخر لحظة. الراجل كسر الباب وجوليا استخبت في الحمام، والراجل الجعان راح المطبخ دار على أكل. جوليا استغلت الفرصة بس الكلب هاجمها تحت اليخت. في صراع مرعب قتلت الكلب. الراجل سمع الدوشة وخرج يشوف لقى الكلب ميت. جوليا ركبت اليخت تاني بس الراجل قبض عليها وبدأ يخنقها. كاسي شافت الخطر رمت البندقية ورمت إشارة على الراجل. اليخت ابتدى يتحرق. جوليا ما ضيعتش وقت وقالت للولاد اهربوا. الراجل الجريح حاول يهاجم تاني بس جوليا ضربته وخدت الشنطة ونطت من اليخت. بين لقى جثة أبوه فقعد يعيط. كاسي راحت تعيط عليه. جوليا بست راس توم وخدت ولادها. ولما شافت الراجل خارج من اليخت ماشي اليخت انفجر. التلاتة جروا في الصحراء والنار وراهم. لقوا مخبأ في وادي صخري بس لما جربوا يشربوا منه مية لقوها مالحة. بين حاسس بالذنب لأنه افتكر إن البالونات هي اللي جابت الراجل. جوليا طمنتهم مش غلطتك لازم نفضل أقوياء. ولما راحوا شافوا الراجل وراهم تاني عدى على حوت ميت. بين حاول يطمن منه علشان ياكل. جوليا شافت الراجل بيقرب صرخت فيهم وقالت لهم يهربوا. جريوا بسرعة على نفسهم في مكان بنفايات سامة بقايا تلوث البشر في قاع المحيط. مع ان الخطر كبير فضلوا يجروا عشان الراجل مش هيستنى. بين كان هيموت من العطش. جوليا ادت له اخر شوية مية. ياسي ما قدرتش تستحمل وعيطت وقالت احنا هنموت بس جوليا ما خلتهاش تستسلم وقالت نفضل نمشي. راح على طيارة محطمة راحت على قاع البحر الجاف استريحوا شوية. جوليا حكت لهم ازاي لقيت توم في المستشفى وهو مريض بمرض الضغط. الكل قعد يعيط على فراق ابوهم. بالليل كاسي سمع الصوت وراحت بره تجذب الراجل. لما قرب جوليا طلعت من الضلمة وطعنته بسكينة. الصبح لقوا جثة الراجل اتاكلت، يعني في وحوش اكتر في الصحراء. بين شاف بركة مية وراح عشان يشرب. جوليا منعته بس ما سمعهاش. شرب ووعى وهو بيصرخ من الألم. جوليا شدته وفهمته ان المية سامة. بالليل لقوا كراسي بلاستيك متكسرة عملوا بيها حاجز ضد البحر. جوليا سمعت اصوات غريبة وشافت حاجات بتتحرك في الضلمة. ايديها ارتعشت وصحت ولادها وطلعوا يجروا. شافوا حيطان سفينة كبيرة وحاويات شحن وفيها ناجين. جوليا رفعت ايدها وصرخت عشان يساعدوهم. الناجين شافوا سلطعانات ضخمة بتيجي فقفلوا الحاويات وسابوهم بره. جوليا والولاد طلعوا فوق الحاوية والسلطعانات اتهجمت عليهم وجوليا
اتجرحت في رجليها بس قدرت توصل لولادها فوق. شاف السلطنات فتحت الحاوية وقتلت كل ناجين. جوليا خافت وقعت في غيبوبة. لما صحت ما لقتش ولادها، صرخت تنادي بأعلى صوتها على كاسيو وبين. الولاد طلعوا من ورا الحاوية معاهم موان وسلاح. بين معاها حرب وكاس معاها سكينة مصدية. جوليا لقت رجليها عملت التهابات، ففتشت في حاجات ناجي ميت ولقت راديو. حاولت تتصل بناتو والكابتن رد قال انا كمان بقاتل وحوش بحرية. طلعت لما المية رجعت المية هترجع قريب وهتبقى اخطر. انا رميت اشارة عشان تلاقوني. بين شاف الاشارة والعيلة بدأت الرحلة الأخيرة. الطريق كان مليان مخاطر، صخور حادة وبرك سامة ووحوش بتتعقبهم. كاسي زعلت وقالت لجوليا انت بس بتفكري فينا وناسية نفسي. جوليا ما ردتش لان همها الوحيد تنقذ ولادها. مروا في وادي ملوث، صخور كتير بدأت تتزحلق تقسموا. جوليا لقت نفسها لوحدها. كاسي رفضت وجوليا بدأت تعيط وقالت لازم تنقذي اخوكي. كاسي ما استسلمتش وخدت بينه وراحوا للغواصة الصفراء. لما وصلوا لقى الغواصة فارغة. فجأة الكابتن ناتو ظهر وهو مجروح والجراح يقاتله، بس ركبوا وبدأوا الغوص. كاسي قالت انها مش هتمشي من غير مامتها. وفي نفس اللحظة جوليا لسه بتقتل السلطعونات بآخر رصاصات. شافت كاسي بتجري ناحيتها وتتسلق الصخور. مدت ايدها وجوليا مسكت فيها ورجعوا للغواصة. السلطعونات هجمت على ناتو وقتلته. العيال ركبوا الغواصة وفجأة شافوا موجة ضخمة بتقرب من الأفق. المية رجعت والمية ضربت الغواصة وحركتها على الصخور. جوليا ما صدقتش اللي شافته عينيها، ومن الإرهاق النفسي والجسدي وقعت في غيبوبة. لما صحت لقت الغواصة واقفة. طلعت من الغواصة مع كاسي وبين وشافوا نفسهم في مدينة متدمرة. الموجة ودتهم لداخل الأرض، المباني اتهدت والخراب في كل حتة. على الرغم إنهم ناجين بس فهموا إن العالم اللي عارفينه اتفنى خالص. ولحد هنا يكون خلص فيلمنا يا صديقي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم في مختصر فيلم جديد. سلام.